حبايبي وصحابي واخواتي وبناتي، ربنا يا رب يخليكم ليا، ما تحرمش منكم ولا من دعمكم ليا. النهارده انا عملت لسان عصفور باللحمه، جميل جدا جدا. دي بفضلها صراحه في السفره بتاعتي او في الطبليه بتاعتي، بصراحه جميله جدا. انا اولادي بيحبوها او حبيت اعرضها معاكم بدل الرز بدل المكرونه، حاجه جديده وحاجه خفيفه والبنوته صغننه تقدر تعملها. وبرجوكم يا بنات اللايكات بالله عليكم، انا فاضل لي حاجات بسيطه خالص ويجي لي البنكو، فاتفرجوا عليا لمده بس 3 دقايق واللايكات يا بنات بعد اذنكم. بصوا اللحمه مهيه بجد، جميله جدا جدا. بصوا يا بنات، مهيه بجد، هتحبي ان انت تاكليها وتحبي ان انت هتعمليها على طول بدل الرز والمكرونه. يلا نشوف اتعملت ازاي يا حبايب قلبي. يا بنات، حطيت حته سمنه بلدي بتديها طعم حاجه تاني خالص. هبتدي بقى احط اللحمه واحده واحده كده ورا بعض، اي حاجه بقى انت عاوزاها، ربع نص براحتك. طريقه جميله جدا هتحبها لانها فعلا تحفه بجد، حلوه قوي وتغيير في نفس الوقت. شمين الريحه، قولوا شمين. ايوه سامعاكي تقولي شمين. ايه رايك في الريحه؟ تحفه. حبايب قلبي، هبتدي بقى كده اقلب عشان تاخد كمان صدمه من الناحيه التانيه مع بعض كده واحده واحده لغايه ما كلها تتحمر معانا او تسد المسام بتاعها. يا بنات احنا قلبناه. هجيب توم اديني قد 4 فصوص توم، 5 فصوص كده، ودي اختياري براحتك، بس بصراحه بتدي للحمه ريحه وطعم مش قادره اقولك عليها. ويبانات لازم اللحمه تبقى صغيره، اوعي تحطيها كبيره عشان خاطر ما تشدش معاكي، يا دوبك هتديني لون بس كده. واقول لك كمان هعمل ايه تاني. اهو يا بنات ادى يا دوبك لون. هبتدي احط البصل، اي تقطيع انت عاوزاها قطعيها، واحط كمان طماطم، وهبتدي برضو اقلب. يا سيدي يا سيدي، يا حركاته يا تكاته، ايه الجمال ده يا سحر، ايه الجمال ده وايه الريحه الرهيبه دي، ريحه حلوه قوي قوي قوي. اهو يا حبايبي هنبتدي نحط التوابل. هحط شويه بهارات، هحط شويه بهارات، فلفل اسود، حبهان مطحون، وابتدي اقلب. انا اللحمه بتاعتي يا بنات صغيره، تحطي لحمه كبيره عشان ما تشدش منك. هي كده بالنسبه لي انا كده اقول استوت، بس لا انا عاوزاها مهيه، اكلها مع لسان العصفور احسها كده مهيه، ما احسش ان انا باكل لحمه شاده مني. لا، سخنت لها ميه وابتدي احط عليها كمان الميه السخنه. انا كده بالنسبه لي اللحمه بتاعتي استوت عشان هي صغيره. حبايب قلبي انا هحط لها ميه سخنه واسيبها في الميه السخنه لغايه ما الميه بتاعتها تنشف تمام كده، وهغطيها. وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. والله ما قادره اقول لكم على ريحتها، تحفه قلب العماره، اقسم بجلاله الله. وانت عارفين انا ما بحلفش الا لما اكون سامعه، وما بعملش حاجه الا لما اكون دقتها واعرضها ليكم بجد عشان هي حلوه. تمام كده كده هنغطيها واسيبها تشرب الميه بتاعتها واجيلكم لما تشرب الميه. اهو يا بنات انا حطيت حته سمنه بلدي، برضو ما عندكيش حته سمنه بلدي حطي اي حاجه اللي يعجبك. حطيت هنا اهوت عصفور، هبتدي احمره كده مع بعض. كلنا شاطرين وبنعرف نحمر العصفور قبل ما نعمل اي حاجه عشان خاطر العصفوره تبقى موحده. لسان العصفور، معلش قلت العصفوره ها. نحط ايه شويه ملح كده صغيرين. ليه صح حطيت شويه ملح؟ حطيت عشان خاطر يبقى التحمير كله واحد.
تمام كده. نحمره مع بعض كده واقول لكم هعمل ايه تاني. حبايب قلبي انا كده حمرت العصفور كده حلو قوي والشكل كده زي الفل. نبتدي بقى نشوف هنعمل ايه تاني. حبايب قلبي كده اللحمه بتاعتي شربت الميه كلها اللي احنا حاطينها. هنبتدي نحط عليها لسان العصفور. عندك شوربه حطي، ما عندك الشوربه حطي شويه ميه وحته سمنه بلدي وحته ماجد وشويه فلفل وحطي كل التوابل اللي عندك، هتبقى جميله جدا. انا هبتدي احط شوربه عشان انا عندي شوربه. بسم الله الرحمن الرحيم. كاني بعمل رز بالظبط كده زي الفل. نبتدي بقى نحط لها الملح بتاعها كده حلوه قوي قوي يا حبايب قلبي. هبتدي احط كمان نص مرقه ودي اختياريه. هحط كمان شويه ملح، هحط شويه فلفل صغيرين واعلي عليه تغلي وتشرب ميته. هوطي عليه كاننا بنتعامل مع رز بالظبط. تمام كده اهو يا بنات. انا طبقي كده خلص الحمد لله. غدا جميل جدا مع شويه ملوخيه مع شويه ويكا، حاجه جميله جدا. معلش يا بنات دول اللي انا لحقتهم والله من العيال. بسم الله ما شاء الله. هي طعمها صراحه تحفه جميله جدا جدا. عاوزاكم تجربيها وبالله عليكم ما تنسوا اللايكات. تمام كده. اسيبكم في رعايه الله واقول لكم لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله.